المراكشي في رحلة محفوفة بالمخاطر للبيضاء لمواجهة الوداد البيضاوي. كيف استعدت عناصر الكوكب؟ الإجابة مع عماد ريسكي وأمين خودو. جولة تلو الأخرى تعادلها نتائج إيجابية وتسلق سلم الترتيب. هذا حال فريق الكوكب المراكشي. إلى حدود اللحظة الفريق يتقاسم صدارة الدوري رفقة المغرب التطواني، ورياح الجولة 18 تحمل إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة فريق الوداد البيضاوي في قمة حمراء لا تقبل القسم على اثنين. بطن كاع جميع المباريات اللي بقات في الدوري المغربي فهي مباريات صعيبه. فريق الوداد فريق تنعرفوه، فريق في المستوى، عنده عناصر في المستوى وجمهور اللي تيساندو في المدينه ديالو. اللي تنظن هو ان المباراه تكون واحد، ان شاء الله نتمنى انها تكون واحد المباراه ممتعه يتمتع بها الجمهور المغربي وتسود فيها الروح الرياضيه، واللي كان في المستوى هو اللي ينتصر ان شاء الله. استعدادات عادية لمواجهة استثنائية هي قمة من قمم الجولة. الفريق المراكشي دون مدربه هشام الدميعي المتواجد بالمعمورة في تدريب يخص مدربي الدرجة الأولى يستعد ويواصل الاستعداد في ظروف جيدة، لما لا والفريق يتصدر الدوري الوطني بالشراكة سنة واحدة بعد عودته إلى قسم الصفوة. الحمد لله فاستعدادات عاديه، كاع المباريات تنستعد لهم بواحد الكيفيه، كما تنقولوا بواحد الجديه، وهذا فالحمد لله فالاستعدادات كما شتي استعدادات عاديه. غادي تنحاولوا ما امكن اننا نركزوا على كل مباراه بمباراه باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. غادي لمدينه الدار البيضاء باش نحصلوا على نقطه اقل شيء، واهم شيء اننا نحصلوا على نقطه من مدينه الدار البيضاء. استطعنا نحققوا الفوز الحمد لله، هذا فضل من عند الله. فالمقابله ديال الذهاب وداك الشيء اللي طرا في مقابله الذهاب فاحنا نسيناه. الا فزنا في مقابله الذهاب، فوز مقابله الذهاب ما غادي يفيدنا والو في مقابله ديال الاياب، مقابله ديال يوم السبت. فاحنا لازم نركزوا على المقابله ديال يوم السبت، كما نسينا مقابله الذهاب، نسينا مقابله ديال سنان، نسينا مقابله اللي قبلها. حنا غنعتبروا هذه المقابله راها الدوره الاولى في البطوله، غنحاولوا باش نثبتوا الذات ديالنا، نحاولوا باش نثبتوا بلي هذا الفريق راه فريق قادر انه باش يحقق نتائج ايجابيه في البطوله. الجولة 18 يسعى خلالها فريق الكوكب المراكشي لتأكيد فوز الذهاب بالاثنين على الأحمر الودادي، والبصم كذلك على أن نتائج الذهاب والصدارة ليست والدة الصدفة، وإنما عمل مستمر هدف إيصال ماضي كوكب توهج بحاضر آخر يبحث عن بريق ولمعان. بالفرق المقدمة، الفرق تتخبط في وحل النتائج السلبية.